السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة ومن بعد غيبة. وفي حلقة النهاردة هنحاول نتعرف على الأفلام اللي بدأوا تصويرها ولكنها لم تكتمل. منها أفلام بدأوا تصويرها فعلا، ومنها مشاريع تم الإعلان عنها ولكن لم يبدأوا فيها التصوير من الأساس. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ بفيلم عربي تعريفة اللي كان إنتاجه سنة 2003، وكان بطولة النجم الراحل علاء ولي الدين، واشترك معاه كمان الفنان حنان ترك والفنان شريف منير. الفيلم تم تصوير مشاهد كتير منه في دولة البرازيل، وأعلن مخرجه شريف عرفة إن الفيلم كانت هتبقى قصته غريبة وجديدة على السينما في الوقت ده، وطبعا توقف تصويره بعد رحيل نجمه الفنان علاء ولي الدين عليه رحمة الله. وكمان عندنا فيلم ترانيم ابليس اللي تم الاعلان عنه لاول مره عام 2018، ومن ساعتها وكل شويه نسمع عن تاجيل جديد للفيلم باسباب مختلفه. والمفروض ان العمل ده كان هيبقى ضخم، وكان هيبقى فيه نجوم كتير امثال النجم احمد السقا ومنى زكي وخالد النبوي وكمان النجم مصطفى شعبان. ولما اتسال النجم مصطفى شعبان في برنامج قديم عن اسباب توقف الفيلم، قال ان الفيلم احتاج ان هم يسافروا له بلاد كتير ومواقع تصوير كمان كانت مختلفة، وده طبعا بيضطرهم انهم ياخدوا موافقة من اكتر من جهة رقابية، والموضوع كان بيبقى فيه صعوبة شوية، ولكن مش بسبب خلاف بينه وبين السقا زي ما تردد في بعض الاخبار. الفيلم كان هيكون من المفروض انه هيكون تأليف محمد سيد بشير واخراج احمد جلال. وكمان من الافلام اللي توقفت فجأة فيلم التاريخ السري لكوثر، ومن المفترض ان الفيلم ده كان هيكون بطولة النجمة ليلى علوي وزينة واحمد حاتم. الفيلم تم الاعلان عنه تقريبا عام 2018، وده كان من خلال مخرجه وكمان مؤلفه محمد امين. وبصراحة ده اللي كان مخلي الواحد مترقب الفيلم جدا، لان المخرج محمد امين من الناس اللي بتستنى منها تحف. الراجل ده قدم لنا قبل كده افلام تقيله زي فيلم ثقافي وليل السقوط بغداد وكمان فبراير الاسود، ولحد دلوقتي محدش يعرف ايه اسباب التوقف الفعلي للفيلم. كل شويتين يخرج نجم من اللي كانوا في الفيلم بتصريح شكل، ولكن اخيرا مخرج العمل طلع وقال ان الفيلم هيشوف النور قريبا، وادينا مستنيين باذن الله. الفيلم اللي جاي ده انا مش عارف اذا كان في حد سمع عنه او مر على ودانه قبل كده ولا لا. هو فيلم تيفا وتومة في ارض الحكومة. الفيلم ده تم الاعلان عنه لاول مرة عام 2008، والاغرب بقى ان الفيلم ده كان هيبقى بطولة النجم والمطرب محمد فؤاد، واللي اعلن ساعتها ان اللي هيشاركوا بطولة الفيلم النجم عمرو دياب، ولكن من وقتها لا حس ولا خبر. وكل شويتين بيطلع النجم محمد فؤاد بتصريح شكل انه خلاص هيتم تصوير الفيلم وان كل المشاكل اللي فيه انتهت، ولكن نرجع تاني نسمع ان عمرو دياب اعتذر واستبدلوه بالنجم مصطفى قمر، وكمان البطولة النسائية كانت هتكون النجمة شيرين، وبعدها تعتذر وكمان يرشحوا بعديها النجمة ياسمين عبد العزيز وهلم جرة. ومن ساعتها ولحد دلوقتي كل كام سنة يطلع فؤاد يقول ان خلاص الفيلم هيبتدي تصويره، لكن المعروف انه واضح كده ان كان في مشاكل بين ابطال ونجوم الفيلم، وده اللي بيخلي تصوير الفيلم يتوقف لاكتر من مرة. اظن الفيلم اللي جاي ده معظمنا سمع عنه او تردد على ودان الناس كتير، لانه يعتبر احدث فيلم في القائمة معانا، هو فيلم الصحبة الحلوة. وتعالوا بقى نتعرف على الكوكبة اللي كانت هتبقى موجودة في الفيلم ده، واللي اظن كانت هتضمن نجاحه حتى قبل عرضه. الفيلم كان هيبقى بطولة النجم يحيى الفخراني في عودة للسينما بعد توقف دام سنين طويلة، وكان هيبقى معاه النجم محمد سعد. التأليف كان هيكون للكاتب الراحل الكبير وحيد حامد، والإخراج للمخرجة ساندرا نشأت بعد آخر أعمالها الإخراجية فيلم مصلحة عام 2011. يعني كده بنتكلم على فيلم يعتبر مكتمل الأركان زي ما بيقولوا. ولكن طبعا بعد وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد تم تأجيل المشروع ده لأكتر من مرة لعدم استكمال بعض الأجزاء اللي فيه، وكمان ظهرت بعض المشاكل الإنتاجية. ولكن في تصريح مفاجئ مؤخرا اتفاجئنا لما رجل أعمال نجيب ساويرس قال ان هو هيتكفل بتكملة المشروع ده للآخر، واحتمال ان احنا نشوف الفيلم ده يخرج للنور قريبا. وبكده تكون خلصت حلقتنا. عارف انها حلقة كانت سريعة، ولكن ان شاء الله هتكون الحلقات بعد كده على التوالي. وارجو لو الحلقة عجبتكم يا ريت ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في اسفل خانة الوصف. ويا ريت كمان لو تعملوا لايك وشير
واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.